السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع إيه؟ جالي واحد بيشتكي من إن صابع رجله الكبير تعبه، حاسس بيه بألم وحاسس بيه كمان اللي هو بدأ يورم شوية، وحاسس دايما بيحس بشكشكة أو مسامير في كعب رجله لما يجي يقوم أو يتحرك أو يروح في أي مكان. فطبعا من المعلومات اللي هو قالها دي شكيت في حاجة، يعني هتطلع طبعا تشخيص حوالي 99%. بس قبل ما نعمل التشخيص بعته يعمل تحليل، قلت له معلش هنتعبك شوية، هتروح تعمل لنا تحليل يوريك أسيد في الدم اللي هو تحليل نقرس. فالراجل راح عمل التحليل، رجع لي بالتحليل طلع النقرس بتاعه طالع 11. تصور لما النقرس يطلع 11. فأنا سألته أنت بتفطر إيه كل يوم؟ قال لي بفطر فول، بيفطر طعمية، بيحب اللحوم الحمراء، ممكن ياكل حمام، ياكل بط. فالكلام ده كله ممنوع في مريض النقرس ولازم ياخد علاج. انا شفت واحد مره صابع رجله فتح زي الخراج كده وكان في كريستالات النقرس ظاهره. يعني هي الفكره كلها ان الكريستالات اليوريك اسيد لما ترسب في المفصل بتعمل الم رهيب. فطبعا انا اديته علاج بتاع النقرس باختلاف انواعه طبعا، وحاجه مسكنه وحاجه للالتهابات. وطلبت منه ما ياكلش ما ياكلش الحاجات اللي بتزود النقرس في الدم زي البقوليات، زي الفول والطعميه والفاصوليا واللوبيا والطعميه طبعا. الكلام ده كله ممنوع. اي حاجه من اللي بتقسم نصين او زاد الفلقتين ممنوع. تمام. برضو المشروبات زي الشاي والقهوة والحاجة الساقعة ده كله بيزود اليوريك أسيد في الدم. برضو اللحوم الحمراء زي البط زي الوز زي الحمام طبعا من الحاجات اللي بتعلي النقرس بزيادة جدا. واللحمة الحمراء، اللحمة الجمسي. فطبعا هيستعوضهم بقى، ممكن ياكل فراخ بيضة، ممكن ياكل أسماك بلطي عادي. في الخضروات ممكن ياكل كوسه مفيش مشكله، قلقاس مفيش مشكله، يشرب ينسون، يشرب نعناع. يعني لازم نبقى كل حاجه والبديل بتاعها. طبعا النقرس ده من الامراض الرخمه لان الكريستالات بترسب في المفصل بتعمل الم شديد جدا وبتعمل صعوبه في الحركه. ودي كانت معلومه بسيطه حبيت اقولها لكم النهارده ان شاء الله. لو واحد حس بالم في صابع رجله الكبير او في كعب رجله وهو اصلا من الناس اللي بتحب اللحوم او البقوليات، يتوجه يعمل لها تحليل نقرس يشوف نسبه النقرس عنده قد ايه اللي هو اليوريك اسيد، ولو عاليه يبدا ياخد العلاج بتاعها. واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.